فلو النار رمز للطاقة والنور رمز للمعرفة، يبقى الكون كله بيتحول لمسرح من التوازن بين القوتين دول. والجن في النصوص مش عفاريت مرعبة، دول مخلوقات مكلفة ليهم عقل وإرادة ومسؤولية، وهنتكلم عن الموضوع ده حالا. بس دلوقتي كل اللي محتاجين نفهمه إن الجن مش صدفة، دول تجربة سماوية في الحرية والاختبار، خلق من نار، بس النار دي اتكلفت بالاختيار. أولا لازم نفهم إن الجن مش مجرد كائنات خارقة بتطير وتختفي، هم عالم كامل له نظام وإدراك ومسؤولية. القرآن بيقول بوضوح في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني التكليف مش حكر على الإنسان، الجن كمان مقدرين محاسبين وليهم حرية الاختيار. بس هنا بقى السؤال اللي يولع النار فعلا: إزاي كائن ناري سريع متحول يقدر يلتزم؟ هو عنده نفس القدرة العقلية اللي عند الإنسان، ولا العقل الناري غير العقل الطيني؟ ابن تيمية مثلا كان شايف إن الجن زينا بالظبط في التكليف، ليهم سمع وبصر وإرادة، بيعرفوا الخير من الشر، وفيهم المؤمن والكافر والطائع والعاصي. بس الفرق الجوهري إنهم مش متجسدين زينا، فالمعصية عندهم مش دايما سلوك، أحيانا نية أو همس. الغزالي بقى كان ليه رؤية روحانية أكتر، قال إن طبيعة النار فيهم بتخليهم أقرب للوسوسة والتألم، يعني العقل عندهم مش دايب، وده ليه علاقة بمفهوم الشيطان اللي هو نوع من الجن خرج عن طبيعته الأصلية، وده معناه إن النار اللي جواه اتحولت من طاقة طاعة للهب تمرد. أما الرازي كالعادة دخلها فلسفة صرفة، قال إن النار هنا رمز للطاقة العقلية الحرة، وإن الجن كائنات بتمثل المرحلة الرمزية بين المادة والروح، مش تماما جسد ومش تماما روح، لكن عندهم إدراك جزئي فيه من الحرية بقدر ما فيه من الغموض.